السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالي النهاردة هقولك على أجمل طريقة تعملي بيها القلقاس. يعني بجد سيبك من أي طريقة عملتيها قبل كده وركزي معايا في الطريقة دي، هتطلع معاكي بجد أجمل وأحلى قلقاس. أنا عندي هنا ده قلقاس كنت مفرزاه في الفريزر. يعني مجمد لسه، هسيبه عشان يفك كده شوية، او ممكن تحطيه زي ما هو في الشوربة عادي وهيفك في الشوربة. ومعايا هنا حزمة كزبرة وحزمة سلق، وطبعا السلق بنشيل منه العيدان، وحطينا كمان شوية مية علشان لما نيجي نضرب بالهاند بلندر يعني الخضرة تتضرب معانا. تمام، يبقى حزمة كزبرة وحزمة سلق، والسلق شيلنا العيدان بتاعته عشان بتبقى تخينة. هنضربها بقى دلوقتي. هنضربها كويس وبعد كده هنصفيها. تمام. لو انتي اول مره تشوفيني، انا ايمان نصار، ما تنسيش تشتركي في القناه بتاعتي وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد. هنجيب بقى مصفى صغنطوطه وهنصفي القلقاس فيها. تمام. طبعا مش هنرمي حاجه خالص، احنا محتاجين الاتنين. بصوا ده بعد ما اتصفت هنعمل بيها ايه بقى، هقول لكم. هنجيب 4 فصوص توم كبار. تمام. وهندقهم بقى في الهون او نطحنهم يعني باي طريقه. المهم نهرسهم، و هنحط كده عليهم الكزبره والسق. نيجي بقى نمسك القلقاس ويلا بينا على النار. دي شوربه فراخ كانت لسه مغليه، حطيتها كده، طلعت شويه في حله اللي هعمل فيها القلقاس، وقمت انا جايه نازله بالقلقاس وولعت عليها النار تاني. يعني انت مثلا هتغلي الشوربه وتنزلي بالقلقاس. تمام، في شوربه مغليه. ممكن شوربه لحمه، شوربه فراخ، ممكن تعملي بمرقه. لو انت مش هتعملي اصلا القلقاس هتاكليه كده عادي بالرز من غير فراخ ولا لحمه برضو عادي، مفيش مشكله. حطينا بقى الميه اللي هو الصوص اللي كان نازل ده اللي احنا عصرناه. هنحط الصوص بس في القلقاس ونسيبه بقى يستوي على نار هادية. وفي نفس الوقت كده هنجيب طاسة على النار. تمام. هنحط معلقة من السمنة وحوالي معلقتين زيت كده زي ما انا ما حطيت. وبعدين هننزل عليهم على طول، يعني ما تسخنيهاش جامد، هننزل على طول بالسلق والكزبرة اللي احنا كنا مصفينهم، وهنديهم تشويحة كده، تشويحة على السريع. وبعدين هنجيب الثوم بتاعنا ونحطه عليهم. تمام. يبقى هنشوح الكزبرة بالسلق، وبعد كده هنحط عليهم الثوم. ركزوا في التفاصيل دي، بتفرق قوي في طعم القلقاس. تمام. هنشوح بقى السلق والكزبرة مع الثومة كده على نار هادية. خليهم ياخدوا وقتهم عادي، ما تستعجليش عليهم عشان ما يلسعوش منك. ممكن تاخد 4 دقايق ولا حاجة تشويح لحد ما تلاقيها كده ايه، لونها اغمقت سنة بسيطة. تمام. وتحسي كده ان الخضرة خلاص دابت خالص. تمام. عايزه اقول لكم جربت كذا طريقه للقلقاس، بس الطريقه دي بجد من احلى الطرق اللي طلعت معايا القلقاس قمر قمر قمر. انصحكم بجد بيها، وكمان سهله، يعني هي سهله وحلوه. ويعني لا، يعني اللي مش بيعمل القلقاس بالطريقه دي فايته كتير قوي قوي قوي. تمام. هنشوح كده فيها لحد ما خلاص توصل للي احنا عايزينه. هنجيب بقى كزبرة ناشفة وهنرش رشة بسيطة، حوالي ربع معلقة كده حسب الكمية برضو اللي انت عاملاها. شوفي، كزبرة ناشفة هنرشها على يعني اخر تكة كده في التشويحة، ونديها تشويحة وبعد كده ايه نطفي عليها. تمام. خلاص كده ايه، بعد ما حطيت الكزبره الناشفه واعطيتها تشويحه، هننزل بقى بيها على القلقاس بتاعنا القمر ده. ودي طبعا الحركه المعتاده اللي احنا بنعملها عشان لو في اي بقايا او حاجه ايه، لازم نستغل كل التشويحه وتنزل طعمها في القلقاس بتاعنا. تمام. كده خلاص القلقاس استوى، ونزلنا عليه
والكزبرة والثوم والسلق. خلاص هنديله بقى تقليبة ويغلي غلوة كده بس، وهنطفي عليه وألف هنا. يا رب تكون الطريقة عجبتكم، جربوها واكتبوا لي آرائكم ما تنسوش، لأن أنا بفرح جدا لما بشوف التعليقات بتاعتكم الجميلة. بصوا ما شاء الله طعمه بقى تحفة بجد، اللهم بارك. أسيبكم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.